السلطات في المطارات الاوروبيه وفي امريكا ساعات بتحصل، لكن اكتريتها في اوروبا حصلت مع مصريين كتيره الفتره اللي فاتت، ان هم وهم داخلين بتوع الجمارك بيبصوا عليهم كاستمز، بيبصوا كده يقول لك تعالى معلش نفتشك بعد اذنك، ده راندم تشيك، وبعدين يعتقلوك ويصادروا الحاجات اللي معاك ويرحلوك على بلدك. ليه؟ عشان حاجه بسيطه جدا، انك انت داخل مطاراتهم بلبس مضروب. اللبس المضروب يا جماعه خلي بالكم، في ناس كتيره جدا بتلبس تيشيرتات تومي هيلفيجر مثلا مضروبه، بتلبس الستات كتير جدا بيسافروا بشنط مضروبه، شنط لجوشي، شنط بماركات عالميه كتيره جدا لكن مضروبه، حاجات صيني. السلطات هنا في المطارات بيوقفوا الناس وبيقولوا لهم ان هم جاي بيصادروا حاجاتكم. اول حاجه بيصادروك، يحطوك في زي حجز في المطار، وبعدين بياخدوا باسبورك، بيلغوا لك الفيزا بتاعتك ويرجعوك على بلدك، وكمان بيصادروا الحاجات اللي معاك دي وبيعملوا لها طبعا اعدام، ان هو بيحرقوها.